هل كيليان مبابي ينحدر من أصول جزائرية؟ وهل كان سيلعب مع المنتخب الجزائري؟ وهل كانت أمه الجزائرية تريده أن يلعب مع المنتخب الجزائري؟ وهل هناك أسرار أخرى لم نعرفها على كيليان مبابي؟ ولد مبابي في باريس، ونشأ في مدينة بوندية المجاورة، وبدأ مسيرته مع الأندية الكبرى في عام 2015 مع موناكو في الدوري الفرنسي، وكان يبلغ من العمر 16 عاماً، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2016-17 وجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي وجائزة الفتى الذهبي. في عام 2017 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً، وقع مبابي مع منافسه باريس سان جيرمان في صفقة انتقال دائمة بقيمة 180 مليون يورو، مما جعله ثاني أغلى لاعب في العالم وأغلى لاعب مراهق في التاريخ. والده ويلفريد مبابي ينحدر من أصول كاميرونية، وكذلك وكيله وهو مدرب كرة قدم، بينما والدته فايزة العماري تنحدر من أصول جزائرية، وهي لاعبة كرة يد سابق. لديه أخ أصغر إيثان الذي يلعب في باريس سان جيرمان، وشقيقه بالتبني جيريس كيمبو إيكوكو هو أيضا لاعب كرة قدم محترف سابقا. عندما كان طفلا ذهب مبابي إلى مدرسة كاثوليكية خاصة في بوندي، حيث كان يعتبر موهوبا أكاديميا، وبدأ يتلقى دروسا في اللغة الإسبانية، وفي النهاية أصبح يجيد اللغة الإسبانية. من بين اللاعبين الذين ألهموا مبابي في طفولته كانوا زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو. عندما كان طفلا تلقى مبابي قميص روبينيو الخاص بنادي AC ميلان كهدية من عائلة مربيته التي كانت من أنصار النادي الإيطالي، ومع ذلك عندما كان طفلا كان مبابي يطمح إلى اللعب لريال مدريد. على المستوى الدولي ظهر مبابي لأول مرة مع منتخب فرنسا في عام 2017 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً، وفي كأس العالم 2018 أصبح مبابي أصغر لاعب فرنسي يسجل في كأس العالم، وكذلك ثاني مراهق بعد بيليه يسجل في نهائي كأس العالم. أنهى بالمركز الثاني كأفضل هداف، حيث فازت فرنسا بالبطولة، واستمر في الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم وأفضل لاعب فرنسي لهذا العام عن أدائه، كما ساعد فرنسا على الفوز في دوري الأمم الأوروبية، وحصل على جائزة هداف البطولة في النهائيات. في كأس العالم 2022 وصلت فرنسا إلى النهائي، فاز مبابي بالحذاء الذهبي والكرة الفضية، وسجل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم.